تخيل معايا مركب كيميائي بيوعدك بالمعادلة المستحيلة، قدرة مرعبة على حرق الدهون المتخزنة وفي نفس الوقت بيبني كتلة عضلية وكمان بيمنع هدمها. الكلام ده بيخليه يبان كأنه الحلم السري لأي رياضي أو حد بيلعب كمال أجسام بيدور على النشفان المثالي، لكن الحقيقة البايوكيميائية أبعد ما يكون عن السحر، لأن المركب ده بيدخل جسمك يفرض حالة طوارئ مستمرة على جهازك العصبي وعضلة القلب. نقدر نقول كده إنه بيحول جسمك لفرن شغال 24 ساعة بدون أي راحة لحد ما الخلايا نفسها بتبدأ إن هي تنهار من كتر الإجهاد. إحنا النهاردة هنشرح التشريح العلمي الدقيق لمركب الكليمبيوترول من أول دخوله للدم وتلاعبه بالمستقبلات العصبية، وهنشرح إزاي بالفعل بيساعد على خسارة الدهون بشكل ممتاز، وهنتكلم عن إزاي ليه دور على الحفاظ على الحجم العضلي وقت التنشيف، لحد المشاكل الصحية المحتملة اللي ممكن يسببها في القلب. في الفيديو ده احنا هنستعرض كل الآليات الفسيولوجية والبروتوكولات والمقارنات الدوائية بناء على الأدلة العلمية عشان تفهم بالظبط الثمن الحقيقي اللي جسمك بيدفعه قدام خسارة الدهون. الكليمبيوترول اتسجل كبراءة اختراع سنة 1967 ودخل في التطبيقات الطبية الفعلية سنة 1977، وتصميمه الأساسي كان عشان يشتغل كمحفز انتقائي مباشر وقوي جدا لمستقبلات بيتا 2 الأدرينالية. في الطب التقليدي الكليمبيوترول يعتبر موسع قوي للشعب الهوائية، وبيتوصف لعلاج انسدادات مجرى الهواء العكسية زي الربو أو الانسداد الرئوي المزمن اللي هو COPD، لأنه بيرخي العضلات الملساء في الجهاز التنفسي. وفي الطب البيطري وتحديدا مع الخيول والأبقار بيستخدم لعلاج مشاكل التنفس المزمنة، وأحيانا بيستخدم كعامل لوقف انقباضات الرحم أثناء الولادة المتعسرة. وبالرغم من كفاءته العلاجية دي في الجهاز التنفسي، منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أو FDA عمرها ما وافقت على استخدامه للبشر. الرفض القاطع ده سببه ان المركب ليه مخاطر غير مقبولة بتتمثل في آثار جانبية خطيرة وممكن تكون غير قابلة للانعكاس على القلب والجهاز العصبي. عشان كده في أمريكا استخدامه القانوني محصور في الطب البيطري فقط، غالبا كشراب للخيول تحت أسماء تجارية زي الفينتيبولمين. على النقيض في دول تانية في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية الكليمبيوترول هيدروكلورايد لسه متاح كدواء بشري لمرضى الربو، وبيتوصف بجرعات دقيقة جدا بالمايكروجرام. لكن بعيدا عن الطب الكليمبيوترول اتحول لواحد من اكتر الادويه المثيره للجدل والمستخدمه خارج الاطار الطبي لتحسين الاداء، لانه بيقدر يسرع حرق الدهون بشكل عنيف جدا وفي نفس الوقت بيحفز تضخم العضلات الهيكليه. وعشان التغييرات الهيكليه العميقه دي الوكاله العالميه لمكافحه المنشطات او الوادا مش بتصنفه كمحفز لبيتا 2 بس، دي بتصنفه كعامل بنائي او انابوليك ايجنت، ومنعته تماما في كل الرياضات التنافسيه. اللي بيميز الكليمبيوترول عن غيره من المحفزات البيتا 2 زي سالبيوتامول مثلا او حتى الابنفرين الطبيعي اللي في جسمك هو التوافر الحيوي العالي جدا لما بيتاخد عن طريق الفم، واللي بيوصل من 70% ل 98%، وده بيضمن ان الدوره الدمويه بتستقبل الجرعه كلها تقريبا. لما بتاخد جرعه ما بين 20 ل 80 مايكروجرام الكليمبيوترول بيوصل لاعلى تركيز في البلازما بتاعه الدم خلال فتره قصيره جدا من ساعتين ل3 ساعات، وبيرتبط ببروتينات البلازما بنسبه 96 الى 98%، وكل ده على مدار 24 ساعه. الصفه الاخطر والاهم هي ان الكليمبيوترول مركب محب جدا للدهون، وده بيسمح لجزيئاته انها تخترق الحاجز الدموي الدماغي بسهوله وتاثر بشكل مباشر وتحفيزي على الجهاز العصبي المركزي. الاختراق ده هو المحرك الاساسي لحاله الاستثاره العصبيه والرعشه والاثار العصبيه اللي بيعاني منها اي حد بيستخدمه. والمشكله الاكبر بتكمن في عمر النصف البيولوجي الطويل جدا للمركب ده. موسعات الشعب القصيره زي الالبيوترول بتختفي في مجرد ساعات، لكن الكليمبيوترول بيقاوم التكسير عن طريق الانزيم الكبدي COMT المسؤول عن تنظيف الجسم من الكاتيكولامينات. النتيجه ان الكليمبيوترول بيفضل نشط في جسمك من 25 لحد 40 ساعه بمتوسط ثابت من 35 ل 39 ساعه، وبسبب مقاومته للميتابوليزم الجسم بيعتمد بشكل اساسي على الكلى للتخلص منه. وفي دراسات بتاكد ان 81% من الجرعه بيتم اخراجها في البول زي ما هي من غير اي تكسير. التراكم ده بيخلي الدواء يوصل لحاله تركيز مستقره في الدم بحلول اليوم الرابع من الاستخدام المتتالي، ورغم ان ده بيضمن حرق دهون مستمر بدون انقطاع الا ان ده ليه مشاكل طبعا، وهي ان الاعراض الجانبيه على القلب والاعصاب ممكن تفضل مستمره لمده بتوصل ل 8 ايام كامله بعد اخر حبايه هتاخدها.
عشان نفهم التغيرات الجسدية الضخمة اللي بيعملها الكليمبيوترول لازم ننزل لمستوى الخلايا ونشوف الشلال البايوكيميائي اللي بيبدأه. الكليمبيوترول بيقلد الابنفرين الطبيعي وبيرتبط بمستقبلات بيتا 2 الادرينالية الموجودة على أغشية الخلايا، وخصوصا في العضلات الملساء للشعب الهوائية والعضلات الهيكلية والخلايا الدهنية. وبمجرد الارتباط بيحصل تغيير في شكل المستقبل، واللي بدوره بيفعل بروتين اسمه GS. البروتين ده بيتحرك على الغشاء الخلوي عشان يشغل انزيم ادينايليت سايكليز. الانزيم ده بيشتغل كعامل محفز بيحول جزيئات الطاقه اللي هي الاي تي بي لمرسال ثانوي اسمه CAMP او سايكليك AMP. الارتفاع السريع جدا للCAMP بيفعل انزيم تاني مهم قوي اسمه PKA، ومن هنا النتائج بتختلف حسب نوع النسيج. يعني مثلا في الجهاز التنفسي الPKA بيقلل الكالسيوم جوه الخلايا وبيعمل ارتخاء للعضلات وتوسيع للشعب، لكن لما السلسله دي بتحصل جوه العضلات الهيكليه او النسيج الدهني بتبدا عمليه الحرق والبناء. في الخلايا الدهنيه مثلا الPKA بيفعل بروتينين في منتهى الاهميه، ال HSL والبريليبين. ال HSL يعتبر هو الانزيم المايسترو اللي بيكسر الدهون الثلاثيه المعقده المتخزنه جوه الخليه لاحماض دهنيه حره او فري فاتي اسيدز وجليسرول. الاحماض دي بتترمي في الدم وبتتنقل للميتوكوندريا عشان تتحرق وتطلع طاقه. وبالفعل احنا عندنا بعض من الدراسات على النقطه دي. في دراسه اتعملت على شباب اصحاء اخدوا جرعه واحده بس 80 مايكرو جرام من الكليمبيوترول، العلماء رصدوا زياده مرعبه بنسبه 21% في معدل استهلاك الطاقه وقت الراحه او الريستنج انرجي اكسبندتشر. مش بس كده، اجمالي اكسده الدهون في الجسم زاد بنسبه 39%، في حين ان اكسده الكربوهيدرات ما اتغيرتش تقريبا. وده معناه ان الدواء بيجبر جسمك يحرق الدهون المتخزنه كاولويه ويسيب الجلوكوز. تحاليل الدم في الدراسه دي وضحت ان الكليمبيوترول رفع الاحماض الدهنيه الحره بنسبه 180%، والجلوكوز بنسبه 30%، واللاكتيت بنسبه 90%. ودي حاله من الاوفر درايف الايدي العنيف جدا. الكلين كمان بيرفع معدل الايض الاساسي او الBMR من 10% لحد 50% حسب الجرعه، وبيخلي النظام الفسيولوجي يحرق سعرات على مدار الساعه. وفي نظريه علميه بتقول انه بيتفاعل مع مستقبلات بيتا 3 في الدهون البشريه، وده بيفعل الدهون البنيه وبيعمل توليد حراري او ثيرموجينيسيس، فبيجبر جسمك يحرق سعرات اكتر بس عشان يبرد نفسه ويحافظ على توازنه الحراري. على الجانب الثاني تاثيره البنائي والمضاد للهدم في العضلات الهيكليه بيخليه مختلف تماما عن اي حرق دهون تقليدي. المنشطات البنائيه لازم تخترق الخليه عشان تمسك في مستقبلات الاندروجين وتغير نسخ الجينات، لكن الكليمبيوترول بيعمل البناء ده من بره الخليه عن طريق مستقبلات بيتا 2. ارتفاع الCAMP وتفعيل الPKA في العضلات بيشغل سلسله بتزود تخليق البروتين بقوه وبتقمع تكسير البروتين عن طريق مسار اليوبيكويتين بروتيزوم. التجارب الاكلينيكيه اثبتت ان الكليمبيوترول بيعمل زياده بنسبه 121% في فسفره بروتين الامتور. الامتور يعتبر هو الماستر المنظم لعمليه نمو العضلات. في دراسه اخرى اتعملت على شباب اخذوا 80 مايكرو جرام يوميا لمده اسبوعين، زادوا 910 جرام من الكتله العضليه الصافيه، وده معدل ضخم جدا لمركب غير استرويدي في 14 يوم فقط. الخواص المضاده للهدم دي هي اللي بتخلي ناس كتير جدا لحد دلوقتي بتعتبر ان الكليمبيوترول لا غنى عنه في فترات التنشيف بالنسبه لهم، وده لان عجز السعرات الكبير بيجبر الجسم انه يكسر العضلات عشان يعرف يعيش، لكن الكليمبيوترول بيوقف العمليه دي كيميائيا وبيجبر الجسم انه يحرق الدهون بس ويحافظ على العضلات. بالرغم من شهرة الكليمبيوترول الكبيرة جدا واستخدامه في إطار طبي وكمان رياضي، إلا إن التناقض بين الجرعات الطبية العلاجية والجرعات اللي بيستخدمها الرياضيين كبير جدا، وهو ده اللي بيخلق ملف السمية المرعب للمركب ده. يعني مثلا في علاج الربو الجرعات بتكون متحفظة جدا من 20 لحد 40 مايكرو جرام في اليوم، والحد الأقصى مش بيتخطى 60 مايكرو جرام، ودي جرعة كافية جدا لتوسيع الشعب من غير ما تضغط جامد على القلب أو الأعصاب. لكن في عالم كمال الأجسام البروتوكول بيبدأ من 20 ل 40 مايكرو جرام عشان يختبروا التحمل، وبعدين الجرعه بتزيد بسرعه الارقام ما بين 60 و 120 مايكرو جرام، وفي حالات متطرفه بتوصل ل 160 مايكرو جرام يوميا. ده رقم بيضاعف احتماليه اصابه عضله القلب وعدم انتظام ضربات القلب والتسمم العصبي. لكن في رايي الشخصي ان مفيش اي حد المفروض يستخدم الكليمبيوترول بجرعه اكتر من 40 مايكرو جرام اصلا، لان اكتر من كده بتكون الاعراض الجانبيه اكتر بكتير من الفوائد. الكليمبيوترول كمان بيستخدم بعد كورسات الهرمون
الهرمونات في فتره البي سي تي عشان يساعد شويه على الاحتفاظ بالحجم العضلي بجرعات متوسطه من 40 الى 80 مايكرو جرام لحد ما الانتاج الطبيعي للتستوستيرون يرجع تاني يشتغل. طبعا بسبب قوه الكليمبيوترول، فبعض بروتوكولات الشفهيه وسط لاعبين كمال الاجسام بتقترح ان انت تدرج جرعه وانت طالع وانت نازل. التدرج التصاعدي بيبدا ب 20 مايكرو جرام وبيزيد ببطء من 10 ل 20 مايكرو جرام كل يومين او 3 عشان القلب والاعصاب يتاقلموا على الزياده الكبيره جدا اللي بتحصل في الادرينالين. لو شخص قرر ان هو يتجاهل التدرج ده وخد 100 ولا 120 مايكرو جرام مره واحده، هيتعرض فورا لتسارع في النبض بشكل خطير جدا. مش بس كده، وكمان رعشه عضليه شديده وقلق شديد جدا، وطبعا ارتفاع كبير جدا في ضغط الدم. وطبعا التدرج التنازلي وقت التوقيف يعتبر بنفس الاهميه عشان تمنع الانهيار الايضي. كمان الكليمبيوترول مش بيقمع الهرمونات زي الاسترويدات العاديه، لكن التوقيف المفاجئ لجرعه عاليه زي ال 120 مايكرو جرام مثلا بيعمل هبوط قوي جدا في معدل الايض، وده لان جسمك كان شغال بسرعه عاليه جدا. التوقيف المفاجئ ده بيعمل خمول شديد وممكن يعمل اكتئاب، وممكن رد فعل عكسي يخليك تخزن دهون بسرعه جدا لان الايض بيرجع لطبيعته. لكن زي ما قلت من شويه، الافضل هو استخدام جرعه محافظه من الاول وتستمر عليها بدون تلاعب في الجرعات اصلا. بس في حاله ان حد قرر يستخدمه بجرعات عاليه، فالبروتوكولات الشفهيه بتنصح بتدرج تنازلي لمده بتتراوح من 5 ل 7 ايام، بتقلل 20 مايكرو جرام كل يومين عشان الايض ينزل بالتدريج وتتجنب الانهيار البدني والنفسي وتحافظ على العضلات اللي اكتسبتها. العائد البيولوجي الاكبر قدام الاستخدام المستمر هو حاجه اسمها التنظيم النزولي وازاله التحسس لمستقبلات بيتا 2 او هومولوجوس ريسبتور داون ريجوليشن. لما جسمك بيتعرض لجرعات عاليه ومستمره، الخلايا بتعتبر ده تهديد للتوازن البيولوجي، فبتقوم سحبه المستقبلات من على السطح وتفصلها عن بروتينات الجي اس اللي اتكلمت عليها من شويه، وبكده الدواء بيفقد تاثيره بشكل كبير جدا. الابحاث بتاكد ان التعرض المستمر بيقلل كثافه المستقبلات في القلب وفي العضلات، وفي العضلات تحديدا تفعيل البي كي اي وفسفره بروتين الريبوزوم بيقلوا بعد اسبوعين بس. يعني بعد اسبوعين حرق الدهون والبناء العضلي مش بيبقوا زي الاول. عشان الرياضيين يهربوا من القفله دي، ابتكروا بروتوكول ان انت تستخدمه اسبوعين وتوقفه اسبوعين. في الاسبوعين اللي بتستخدمه فيها بتاخد اقصى حرق وبناء عضلي، وبعدين بتوقف اسبوعين عشان تدي فرصه للمستقبلات تطلع تاني على السطح وتستعيد حساسيتها، وبعدين ترجع تستخدمه تاني. وفي استراتيجيه تانيه ان انت ممكن تستخدم دواء الكيتوتايفين عشان تمد فتره الفعاليه وتلغي فتره الراحه. الكيتوتايفين هو مضاد للهستامين بيستخدم لمرضى الربو. الابحاث لقت ان استخدام الكيتوتايفين بيحمي مستقبلات بيتا 2 من ازاله التحسس وبيحافظ على مستويات السايكليك اي ام بي العاليه. لما الرياضي بياخد من 1 ل 2 مللي جرام كيتوتايفين قبل النوم، بيقدر يكمل على الكليمبيوترول لمده 6 ل 8 اسابيع متواصله من غير ما المستقبلات تقفل. ولكن تاني، انا شايف ان الاستخدام المحافظ من الاول هيغني عن كل ده اصلا. بس قبل ما نكمل، لو الفيديو عجبكم لحد دلوقتي وحابين ان اكمل في سلسله الاسترويد، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك وشير للفيديو مع صحابك وتكتب لي كومنت تحت، لان حقيقي تعليقاتكم هي الحاجه اللي بتخليني استمر في تقديم المحتوى. ولو حابب تدعم القناه وتشارك في لايفات مخصصه للداعمين فقط، تقدر تعمل ده من خلال زرار جوين او انضم اللي موجود تحت الفيديو، او من خلال اللينك اللي موجود في صندوق الوصف. وحابب افكركم ان بطلع لايف هنا على قناه اليوتيوب كل يوم حد الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، وفي اللايف ده بنتكلم عن كل حاجه تخص التدريب والتغذيه ومحسنات الاداء زي البيبتايدز والسارمز والاسترويد هرمون كمان. وحابب اشكر جدا داعمين القناه لحد دلوقتي، شكرا جدا ليكم. يلا بينا نكمل الفيديو. استخدام الكليمبيوترول لاغراض رياضيه بيجي بمخاطر كبيره جدا لازم تكون عارفها كويس، لان الكليمبيوترول بيضرب الجهاز العصبي والقلب بشكل مباشر. الاعراض الجانبيه ممكن تكون عنيفه وممكن نحتاج تدخل طبي في بعض الحالات. خلال ساعات من الاستخدام هتبدا تحس برعشه في ايدك، استثاره عصبيه، عرق شديد، وارق مش طبيعي. اما على مستوى القلب، فالكليمبيوترول بيعمل تسارع في النبض معتمد على الجرعه، يعني كل ما تزود في الجرعه كل ما نبض القلب في الراحه يزيد، ودي كارثه اصلا. في بعض الاوقات ممكن يخلي قلبك يدق اكتر من 100 ل 120 دقه في الدقيقه وقت الراحه، ودي حاله اسمها تاكي كارديا، دي مشكله كبيره جدا. والكليمبيوترول كمان بيرفع ضغط الدم بسبب انقباض الاوعيه الدمويه، وكمان عدم انتظام ضربات القلب وارده جدا مع الكليمبيوترول. وفي بالفعل حالات بتدخل الطوارئ بضغط بيوصل ل 220 انقباض. من اكتر الاعراض المؤلمه للكليمبيوترول هي التشنجات العضليه العنيفه جدا. الدواء ده بيلعب في اليات نقل الايونات، فبيدخل البوتاسيوم جوه الخلايا وبيعمل نقص خطير في البوتاسيوم في الدم، حاله اسمها هايبوكسيا
هايبوكاليميا. والاخطر انه بيعمل استنزاف رهيب للتورين جوه العضلات. التورين هو حمض اميني اساسي بينظم حركه الكالسيوم جوه العضله، ولما الكلين بيخلصوا وبيلخبط البوتاسيوم العضلات بتفقد قدرتها على الانقباض والانبساط بشكل سلس. مضخات الكالسيوم بتفشل ان هي تنظف العضله من الكالسيوم، تحصل تشنجات مؤلمه جدا وبتقعد فتره طويله. عشان تواجه الشلل العضلي ده لازم تستخدم شويه مكملات. يفضل ان انت تستخدم من 3 ل 5 جرام تورين في اليوم عشان ترجع ترطيب العضله، مع 400 الى 800 مللي جرام من البوتاسيوم والمغنيسيوم عشان تمنع التشنج وتحافظ على استقرار القلب. احنا كده اتكلمنا عن الاعراض المؤقته، لكن لو اتكلمنا عن السميه المزمنه الناتجه عن الاستخدام العشوائي والمستمر بدون راحه فالنتائج كارثيه وتغيرات هيكليه دائمه في القلب. عضله القلب مليانه مستقبلات بيتا 2 والكلين بيجبر القلب ان هو يشتغل بجهد مضاعف ضد مقاومه اوعيه دمويه عاليه اصلا. التجارب اثبتت ان الاستخدام المستمر بيعمل تضخم في البطين الايسر وبيوسع جذر الشريان الاورطي بنسبه بتوصل ل 30%، وده بيرفع خطر انفجار الاورطي بشكل مرعب. الاخطر بقى ان الكلين بيوترول سام جدا لخلايا القلب على المستوى الخلوي. الابحاث لقت انه بيعمل موت مبرمج او ابوبتوسيس لخلايا القلب بعد 4 ساعات من الجرعه، وبيعمل موت غير مبرمج وتحلل للانسجه اللي هو نيكروسيس بيوصل لقمته بعد 12 ساعه. في الجرعات العاليه اكتر من 73% من خلايا القلب المتضرره بتكون ماتت بالنخر. يعني الكلين بيموت خلايا القلب السليمه وبيعمل ندبات ميكروسكوبيه اللي هي تليف عضله القلب، ودي بتدمر كفاءه القلب الميكانيكيه والكهربائيه للابد في حاله استخدامه بشكل عشوائي وجرعات عاليه. السميه دي بتظهر في البشر على هيئه نقص ترويه عضله القلب، وبتظهر بشكل صدمه قلبيه وممكن جلطه قلبيه في شباب رياضيين صحتهم المفروض ان هي ممتازه. في دراسات لحالات ابطال كمال اجسام عندهم 22 سنه دخلوا الطوارئ بالتهاب حاد في عضله القلب وارتفاع في انزيمات القلب اللي هو التروبونين او الهاي سنسيتيفيتي تروبونين بسبب الكلين بيوترول بس. ورغم ان الكلين بيوترول بيبني عضلات، التجارب البشريه الموثقه اثبتت ان كورس اسبوعين بس بيقلل الفي او 2 ماكس بنسبه 7% وبيقلل القدره على التمرين بنسبه 4%. الكلين بيوترول بيخلق تناقض جسدي غريب جدا، عضلاتك بتكبر وبتبقى ناشفه جدا لكن الجهاز القلبي الوعائي اللي بيشغلها بيكون في حاله سيئه جدا. القوة البنائية للكلين بيوترول في حرق الدهون وبناء العضلات خلت قطاع الزراعة العالمي يستخدمه بشكل غير قانوني لتضخيم المواشي قبل الذبح. لما المربين بيدوا المواشي كلين بيوترول المركب بيتخزن في أنسجتها خصوصا الكبد والكلى والعضلات، ولما البشر بياكلوا اللحمة الملوثة دي بيدخل جسمهم كلين بيوترول نشط بيولوجيا، وده عمل حالات تسمم جماعية وتسارع في النبض ونقص بوتاسيوم في شعوب كاملة، وعمل كوارث لبعض الرياضيين اللي سقطوا في اختبارات المنشطات بسبب اللحم. المشكلة دي كانت موجودة بالأخص في المكسيك وفي الصين. أشهر كارثة كانت سنة 2011 مع منتخب المكسيك في كأس العالم تحت 17 سنة. 5 لعيبة سقطوا في التحليل، والفيفا حققت ولقت إن 30% من لحمة الفنادق الرسمية فيها كلين بيوترول بتركيزات من 0.06 لحد 11 مايكرو جرام لكل كيلو. الصدمة إن 109 من أصل 208 لعيب في البطولة يعني حوالي 52% طلع فيهم آثار الكلين بيوترول، وبعدين تم تبرئتهم بسبب ثبوت تلوث الأكل. بطل الملاكمة المكسيكي كانيلو ألفاريز سقط في تحليل قبل ماتش بطولة سنة 2018 بسبب آثار بسيطة من الكلام، ووكالة الوادة أكدت إن النسب دي مطابقة لتلوث اللحوم في المكسيك، وكانيلو بعدها اضطر إن هو يعزل المعسكر بتاعه الأمريكي. الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بتعالج أكتر من 420 حالة للكلين بيوترول سنويا بسبب اللحمة الملوثة، وبتحذر الرياضيين اللي كانوا بيسافروا للدول دي. وعشان كده هنلاقي إن في عالم حوارق الدهون دايما بتتم مقارنة الكلين بيوترول بالإفيدرين لتاريخهم في التخسيس العنيف، بما ان الكلين عليه نوش جامد جدا يعني، لكن فعليا ميكانيكيه شغلهم ومخاطرهم مختلفه تماما. الكلين بيوترول بيعتبر محفز انتقائي مباشر لبيتا 2 في الدهون والعضلات، والافيدرين محفز غير مباشر وغير انتقائي بيجبر الاعصاب انها تفرز كميات مهوله من النورابينفرين اللي بيمسك بعشوائيه في كل المستقبلات اللي هي الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 و2 و3. العشوائيه دي بتحرق دهون بس بتعمل انقباض شديد في الاوعيه الدمويه وبتضرب بيتا 1 في القلب، فبترفع الضغط والنبض بشكل كبير جدا وبسرعه. لكن الكلين بيوترول يعتبر اقوى لان العمر النصفي بتاعه من 35 ل 40 ساعه مقارنه ب3 ل 6 ساعات فقط للافيدرين. عشان كده في وجهه نظري الافيدرين افضل بكتير، وكمان كلين بيرفع البي ام ار من 21 ل 50%، وده مفعوله ممتد طول اليوم تقريبا، وبيشغل مسار الامتور لبناء العضلات، وهي خواص الافيدرين بيفتقر ليها تمام. الافيدرين بيرفع الحرق بس من 2 ل 10% حتى لو اندمج مع الكافيين والاسبرين
اللي هي الاي سي اي ستاك. عشان كده تاني انا شخصيا بفضل الافيدرين جدا، لان مفعوله بالرغم ان هو قوي قوي لكن تقدر تسيطر عليه في مده زمنيه اقصر. الخطر في الكلينبيوترول انه مش بيدي القلب اي راحه بسبب مده بقائه الطويله جدا. وفي احصائيه اتعملت على 1164 مستخدم للمنشطات اللي دخلوا الكلينبيوترول في كورساتهم بلغوا عن اضرار في القلب بمعدل 2.76 ضعف مقارنه باللي استخدموا ستيرويد بس، غير تقلبات المزاج بسبب اختراقه للمخ. لو قارنا الكلينبيوترول بالالبيوترول مثلا هنلاقيهم شبه بعض جدا في الهيكل، لكن الالبيوترول عمر النصف بتاعه من 4 ل 6 ساعات وبيخرج من الدم بسرعه جدا. التجارب على الفئران اثبتت ان الالبيوترول ممكن يبني عضلات بنفس كفاءه الكلينبيوترول بنسبه زياده 19% لو اتضخ في الدم بشكل متواصل، لكن في البشر ده معناه انك لازم تاخده مرات كتير جدا في اليوم عشان تحافظ على حاله البناء. وده اللي بيخلي الكلينبيوترول الخيار المفضل لاغلبيه الناس رغم انه الاخطر والاكثر دمويه للرياضيين. الكلينبيوترول هو واحد من اقوى الادويه اللي بتساعد بالفعل على حرق الدهون وبناء العضلات خارج عائله المنشطات، لكن الكفاءه البيوكيميائيه دي ثمنها هو التدمير المستمر والمباشر لخلايا القلب، ثمن لازم تسال نفسك كذا مره قبل ما تفكر تدفعه. ولو حابب تتعلم اكتر عن احدث المواد اللي بتستخدم في عالم كمال الاجسام ما تنساش تتفرج على الفيديو ده. بس كده ده الموضوع اللي كنت حابب اتكلم فيه. شكرا ليكم يا شباب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.